السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما اتكلمنا عن طريقة إضافة جواز السفر، بيانات جواز السفر من تاريخ ميلاد، تاريخ صلاحية، حتى رقم جواز السفر كمان، والاسم و... وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء. النهاردة هنتكلم على تأكيد رقم الهوية اللي هو رقم جواز السفر. معانا الكود التأكيدي ده الكود اللي بنستخدمه في نظام أماديوس عشان نأكد الطلب. مش شرط جواز السفر، هنستخدمه في حاجات تانية كتير قدام، بس خلينا دلوقتي نركز على رقم الهوية. تعال نفصصه حتة حتة. ال SRD خدمة. بص، الكود ده كله كده ثابت ما بيتغيرش. ده كود الخدمة. كود الخدمة ال SR طلب خدمة. إنما الأربع حروف التانيين دول اختصار للهوية، اللي هي ال ID أو رقم جواز السفر. الحاجة التانية اللي معانا ال MS، وزي ما احنا عارفين دي مصر، دي اختصار شركة الطيران أو خطوط الطيران، واللي هي مصر للطيران. ال HQ1 ده احنا كده بندي أمر لأماديوس إن احنا عايزين إن دوت كود تأكيدي، كود تأكيدي لراكب واحد أو لشخص واحد. يعني احنا هنأكد الأمر دوت لشخص واحد. بعد كده ال BP ده رقم الجواز. طبعا رقم الجواز المصري أوله بيكون حرف A كابيتال، ده المصري. بعد كده الأرقام دي رقم الجواز، والسلاش B1 دي بنعرف السيستم إن هي رايحة للراكب رقم واحد. ممكن نخلي لو احنا معانا مثلا خمس مسافرين، ممكن نختار الراكب رقم 3. بنغير بس دي، نسيب كل حاجة زي ما هي ونغير الرقم ده. كده احنا بنعرف السيستم ان الكود التأكيد دوت رايح للراكب رقم 3 او رقم 1 او رقم 2. ده فيديو بسيط صغير كده شرح لل... لطلب التأكيد او لتأكيد رقم الهوية اللي هو جواز السفر. أتمنى يكون واضح، وشكرا لمتابعتكم، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وشكرا لدعمكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله.